حرقه أيها الجمهور الكريم، ونحن نشاهد بتهامي هذا الشخص العجيب، هذا الشخص الرائع، وهو يقوم برقصة القنبورة. هذه الرقصة سميناها رقصة القنبورة لأنه كيصنع بها الفرجة، وهذه الرقصة هي ماركة مسجلة باسم الرجل، ما يمكنش يقلدوها شي وحدين اخرين. بتلقائية ديالو كيعرف القيمة الثقافية والفنية اللي كيأديها الرجل، حيث كيعتبر المادة ديال الطين هي أصل الوجود وأصل الحياة. ولكن كنلاحظوا كذلك في محارك توريدا أنه يحتفل من خلال رقصة القنبورة بتربة الطين، وكأنه كيقول لنا كنجدوا الولادة ونجدوا طقس الاحتفال بالبارود على قصاص الخيل. تصفيقات